قبل ما نبدا الاجابه على الاسئله التقنيه ديالكم. آم، غادي نهضر غادي نفتح قوس ونسدو بسرعه فيما يخص انني قريت التعاليق ديالكم فيما يخص المنشور السابق بخصوص ديك الاخت. غادي نعاودو نرجعوا للمساله اخرى، وديما كنطيح ناجري فيها انه الخوت راه خاص التعامل ديالكم مع الاجهزه الذكيه، مع الهواتف، مع حياتكم. انا غادي نهضر غنخرج نيشان. انا خاصكم تعاملوا في حياتكم الجنسيه مع الاجهزه الالكترونيه والرقميه بواحد الذكاء. احنا اليوم كنشوفوا فضيحه اخرى. كاين الناس اللي تيقول لك لا حكا احنا ما فراسناش. انا بعدا ما هضرتش على هذا الموضوع كون ما شفتش مواقع صحفيه كتبوا على هاد السيده هادي ونشروا يعني انا شخصيا ما فراسي هذا الشيء غير من المواقع الاخباريه، يعني ما كان فراسي حتى شي حاجه. المواقع الاخباريه ملي شفت هذاك الخبر مشيت قلبت ولقيت فعلا انه كاين واحد الفيديو جنسي ديال واحد السيده. هذه نقطه. النقطة الثانية، الله يجازيكم بخير، هذه رسالة نعاود نقولها لجميع المغاربة، سواء كنتم آباء، سواء كنتم أمهات، سواء كنتم شباب، سواء كنتم مراهقين، سواء كنتم أطفال، الله يجازيكم بخير. راه ما يمكنش لكم تصوروا الكم الهائل ديال الحالات اللي كتعرض للابتزاز الالكتروني، والحالات راه كان ممكن كل نهار نبدا نبارطاجي لكم قصه. اقسم بالله العلي العظيم الا كل واحد غيبدا داخلو الشك في بنته، كل واحد داخلو الشك في مرته، كل واحد داخلو الشك في راسو كاع. راه عدد الحالات اللي المهم الناس اللي تيوفقهم الله وكنتواصلوا معاهم راه كدوز ليهم بارده. ماشي تنقول هذا الشيء باش نشجع الناس يمشيو يديروا شي دير المصائب وجي يقول راه كاين السي امين غادي يفكنا الا وقعت ليا شي فضيحه. انا ما تنقولش هذا الشيء. المهم هاد الناس وفقهم الله تلاقاو معنا حلينا لهم المشكل. راه بشكل يومي كنقول، راه غير شوف اخر حاله قبل ما نمشي من البيرو ونجي للمنزل ديالي كانت حاله ابتزاز رقمي. واحد السيد بغى يتزوج واحد السيده ما بغاش تزوجو، ولا كيهددها بشي صور سارقهم لها من التليفون، فيديوهات سارقهم. هذا سارقهم تيقول لها غتزوجيني ولا غنفضحك. عديد من القصص، خيانات زوجيه. واحد جالس مع صحابو تيجيو تيقول له واش هذه مرتك، تصور معايا الفيلم كي داير. جالس الناس اللي كيبقاو يضحكوا على هذا الشيء، او الناس اللي تيقول لك شوف اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. انا غنجاوبكم، ما حدك في الدنيا شتي ما حدك تتعيش في الدنيا طلب السلامه. يا اخويا انت تتقول انا ما ندير ومرتي هذا، اخويا راه عندك ولادك، راه غادي تولد مسخوط الوالدين. راه ولادك انت، راه كاينين عندنا حالات ديال بنات داروا مشاكل، اولاد وقعوا في مشاكل وبلا اخبار والديهم. با تيقول لك با امي لا عاقوا راه غادي غيقطعوني بحال الحاله ديال اليوم. تتقول لك راه البا الا وصلت الاخر غيقطعني. السيد ملتزم قديم في مخه وما غيفهمش هاد القضيه ديال السيده. قالت لك هادو تصاوري، هادو فيديوهاتي، انا فيديوهات جالسه في داري وهاد السيد تيهددني بهم. قالت لك با ما غيفهمش هادشي. شوف الله يجازيكم ما حدك في الدنيا طلب السلامه. راه ما كتعرفهاش كي تجيك. راه دوك القصص اللي كتسمع حتى دوك الناس راه ما كانوش حاسبين عليها. ف الله يرحم لكم الوالدين. اذا ابتليتم فاستتيروا. اختي قال لك خونا نصوروا شي فيديو للذكرى بحال احنا راه عندي واحد الحاله في واحد المنطقه محافظه قريه هذه حاله دوزنا. المهم قلت لك الناس اللي كيدوزوا عندنا الحمد لله عندنا قريه، تصور قريه شي تعرف شي واحد السيد بغى يتزوج واحد السيده ودير جالسين في الطوموبيل ولا ما عرفتش داك الشيء. المهم داروا لقاءات حميمه، صوروا داك الشيء، ناض هواز التليفون عطاه لشي واحد يصاوبو. هذاك اللي هز هذوك بدا تيهددهم. مشى خوا سد المحل من ديك القريه ومشى ولا تيقول لهم غتعطوني الفلوس ولا غنشر لكم هاد الفيديوهات. وهاد السيد بغا يتزوج هذيك السيده، الله يرحم لكم الوالدين. بغيتي تزوجيه مصاحبين شي حاجه، ما توثقوش شي حاجه في التليفون، ما توثقش.
خوتي نعاود نحضر، انا راه تنقول هادشي انطلاقا من لي ريكلاماسيون. الله يرحم لكم المواقع ديال الشاط، ديال التعارف، التطبيقات ديال الشاط، تطبيقات التعارف، راكم تعرفوا هذوك التطبيقات بلا ما نشرح لكم. شي وحده تقول لك صيفط لي روشارج 20 درهم ونوريك هنا ولا نوريك هنا، ما تصيفط لها لا روشارج لا توزع، راه هذاك يدري راه غيسجلك فيديو وغادي تولي حط. راه كاينين ناس عندي اللي تواصلوا معايا حطوا 3 المليون 4 المليون 5 المليون 6 المليون، كاين اللي حط 10 المليون وما سالاش الفيلم، راه حط 10 المليون وما سالاش الفيلم. تقهر هو شي واحد قال لي اجي راه غيب هذا جا عندي. خويا راه ما كتعنيش غنصيفط روشارج لشي وحده ولا شي واحد، بعدا هذاك واحد اللي كتصيفط ليه الروشارج راه بنت وغتعرى عليك. ما تثقش في هادشي، ما تعريش مع شي واحد في الكاميرا. الله يرحم ليك الوالدين. واش تيكون راجلك ما تعريش ليه، راجلك شي راجلك. واخويا ومرتك ساكن انت في فرنسا وهي خويا بغيتي تتلاقى معاها ولا هذا، شدك الحنين، شد اخويا تيكي ديال الطياره واجي. ما تصوروش داكشي، ما تخليوش في تليفوناتكم. الله يرحم الوالدين، راه غتوليو عرضه للنقاش. راه حاله. شوف انا غنسولك سؤال واحد، واش انت كتعرف تحمي راسك في التليفون؟ تعرف ما كتعرفش انت التعامل ديالك مع التليفون البيسي بازيك، ما تتفهمش القوالب. ما ديرش هادشي تنقول لك ديرو، وما تصورش اصاحبي، ما تصورش. راه غتخرج على حياتك اصاحبي، راه غتخرج على حياتك، غتخرج على مستقبلك. واخ ندوزو هادشي. النقطه الثانيه غنجاوب على سؤال في لي كومونتير. اخا امين تتقول لنا الانترنت لا ننسى، كيفاش انت بغيتي تحيد هادشي؟ بوز هنا، الله يرحم ليك بوز. الانترنت لا تنسى، حيت هادشي اللي تحط لهاد السيده ولا اللي غيتحط لك انت ولا اللي غيتحط في الانترنت راه ما غيتحيدش وغيبقى تيتبارطاجا ديال كي الجورطون. حيدو من هنا يبان هنا، حيدو من هنا. الانترنت تنسى عندك الفلوس اخويا، تقدر تحط الفلوس صحاح، راه حيت الا تحط الفلوس صحاح نقدروا كاع نردوك زويون في الانترنت. تتسمى هذا المجال اي ريبيوتاسيون، السمعه الافتراضيه. واش عندك الفلوس؟ راه الفلوس اللي كتحكم اخويا. انا غتجي عندي دابا الشركه عندي وتعطيني الفلوس، اخويا نحيد لك كلشي ونقاد لك وكاع حنا ردوك ولي صالح، في الانترنت. ولكن انت ما عندكش اخويا، عندك الملايين ما عندكش، وقت تكمش اصاح غتدير لك شي فضيحه غتبقى تتشوف فيها وما قلتي ليها والو. الانترنت لا تنسى بالنسبه للمزاليط مزلوط، راه ما غاديش يتعامل معاك شي واحد يسوبريمي لك الاول. ولكن كيفاش غيحيد لك هادشي؟ راه خاص الفلوس اخاي. واش حنا غنخسروا الماء والضوء والناس اللي خدمه هكا فابور؟ الله يرحم لكم الوالدين، قبل ما دير شي مصيبه كحله وتولي عرضه للنقاش، قبل اختي ما تصوري ليه زوينه هادي اختي، كتصوري ليه وتغطي وجهك طفرطيه بلاتي التصفيقات اللي فيها، كتصوري وتغطي وجهك زعما ساهله، زعما طفرطيه، زعما راه ما يجيبكش. واحد الحاله بغا يقتل واحد السيده، باش ما نعطيش المعطيات، بغا يقتل واحد السيده ومغطيه وجهها، مغطياه وعرفها مرتو ومغطياه.